بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. عودنا دائما هذا النظام بأننا في كل يوم يكون لدينا مصيبة يكون سببها هو. هذه إحدى مصائبه التي انهالت على صديقنا اليوم الأخ يوسف أوسو من مدينة حيان. أهلا وسهلا فيك والحمد لله سلام. والله يبارك فيك. الله يجزيك الخير. الحمد لله سلامتك. الله يجزيك الخير. نحن تعودنا في عنا حمل كان دائما نحن نقول اللهم شافي جرحانا في عيوننا. آمين. والحمد لله رب العالمين أنت صرت ضمن العيون. الحمد لله الحمد لله. بس حابين هيك يعني نشوف، بس إذا سمحت يعني تحكي لنا هيك شلون صار معك الحدث. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحمة للشهداء والشفاء العاجل لجرحانا والنصر للجيش الحر والمجاهدين في سبيل الله والشفاء كل الشفاء للجرحى الذين يؤمنون ليل نهار بسبب هذا النظام الطاغي. أولا كان يعني انطلاقنا هو الدافع الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى طبعا. ثانيا كان لنا مهمة معينة في منطقة الأشرفية. كنا في الطرف يعني الثاني لحديقة الأشرفية. أنتم كنتم من الجهة الشرقية من حديقة الأشرفية؟ يعني كنا من الجهة الشمالية من البناية العربية، آخر البيوت العربية من جهة الأشرفية. أمامنا فسحة، بعدين الحديقة، بعدين الطريق المحلق كان كراجع فرين أول. نعم. فكنا مرابطين هونيك، وكان لنا يعني عملية معينة ما في داعي نفوت في التفاصيل ولا الأمكنة مشان لأن لسه في نفس الموقع في ناس إلنا هونيك إخوان إلنا. نعم. فكان علينا بعض المهمة نقوم ببعض المهام، توجيه بعض الضربات. فنحن عم نستعد نتفاجأ يعني بوجود يعني قناص يعني بمكان غير معتاد يعني. فالحمد لله وفضله الله كرمنا سبحانه وتعالى، فضرب علي طلقتين، طلقة خرجت من الفك اليمني للأيسر، وطلقة من الكتف خرجت من الظهر، ولله الحمد والمنة يعني. الحمد لله الحمد لله على السلامة. طبعا أسعفت على تركيا، تعالجت هناك وردت لنا سالم هيك. نعم الحمد لله. فنحن الأخ يوسف طبعا وجهه مألوف إن بالنسبة لنا، نحن شايفينك على اليوتيوب أكثر من مرة. نعم. في مقطع كنت بتحكي فيه اللهجة الشيشانية أو اللغة الشيشانية. إيه. فأنا بحب أعقب على الموضوع. نعم. أنا مرة شفت على قناة سوريا بأنه الشيشانيين هذول هن اللي جايين عمال يقتلوا ويرهبوا وكذا، وكانت الخاتمة في ختام المقطع اللي كنت أنت متصور كان في عملية قطع يعني المقطع في النهاية. نعم. فكان معروض، وأنا الصراحة دخلت على الموقع يعني وحطيت إنه هذا الرجل أنا بعرفه من قبلي وهو سوري ابن سوري. بدك تحكي لنا عن المقطع هذا بالذات بالضبط، وأنت فعلا كنت عم تحكي لغة شيشانية اللي عم تحكي هيك يعني بالهواء كلام ما هو مفهوم يعني. نعم نعم. هو في الحقيقة يعني اعتدنا على النظام يعني مو بس الإجرام، اعتدنا على كذبه ونفاقه وخداعه. نعم. علاوة على إجرامه يعني تماديه في يعني مقاتلة الدين ومقاتلة العلماء ومقاتلة الإسلام. فالحقيقة هذه يعني التصوير كان نابع سبحان الله يعني نابع من إنه النظام كان تعرف في البداية سلفيين إرهابيين أكراد يتخبط كل شهر يطلع لنا بقصة جديدة. نعم يطلع لنا قصة جديدة يطلع لنا. فحبينا يعني نسخر منه ونأتي بأسلوب ساخر. نحن أول شيء السبب يعني هالتصوير رفع معنويات المجاهدين. نعم. يعني تحت الصواريخ وتحت الدبابات وتحت هالقصف هذا إنه نحن لسه محافظين على معنوياتنا ومحافظين على نفسيتنا المرحة بالدرجة الأولى. وثاني شيء هو رسالة إنه نحن شعب بسيط، لا لنا إرهابيين ولا لنا قاعدة ولا لنا مثل ما عم تصورونا قتيلين قتلة، ولا لنا مأجورين، هن المأجورين وعم تجيبوا المأجورين من إيران وروسيا والبلدان الثانية. فكان يعني فكرة طريفة إنه هذا جامبارو جانديغاري هذا التصوير يعني مطلعه. ولو هيك كم كلمة يعني، وخاصة إذا تعرف تعيد نفس الكلام اللي قلته. والله صعب. نحن كنا ولاة الضعف بنشيله ونشلف.
يعني ما في شيء محدد او كلام معروف يعني. جينه بيشلف يعني. أيوة. انا كنت اقول له اذا جبت مثلا صوره الاسد قول الاسد، انت اختار من عقلك. كان أيوة. ذكي. فهو اللي عم يترجم كان. عم ترجم ذكي، عم ترجم هو كان سبب نجاح المقطع على الحقيقه يعني. ايوه. اتفقنا يعني على صيغه معينه. على صيغه معينه وباشرنا فيها. هي انا لاني باكستاني ولاني ايراني. بس كنت لابس لبس باكستاني ما هيك؟ اي نعم ضروري يعني ضروري. ايوه مشان تكمل الصوره يعني. نعم مشان يعني روايه النظام ما تطلع فازلي يعني. مشان ما طالع النظام بالخجل يعني. نعم. فكانت يعني فكره طريفه والحقيقه ضاقت رواج يعني. حتى قسم يعني من اخواننا المجاهدين قالوا انه ايش كنت عم تحكي؟ قلت لهم انا ولد ستي كنت عم اشيله بشلف، ما عرفت ايش كنت عم بحكي. سأل المترجم. اي نعم. سأل المترجم ايش كنت عم بحكي. ولد الحقيقه قوسوني ما بعرف ارجع اعيدها. يا سيدي الله يعطيك. فكانت هيك يعني من باب رفع معنويات يعني السخري من هذا النظام الفاجر الفاسد يعني. الله يعطيك العافيه الحمد لله سلام. بس ممكن نشوف اصابه الكتف اذا ممكن يعني. الحقيقه هي في يعني ضمادات يعني في بس هيك اذا الطرقه هون دخلت بالكتف هون بالرقبه هون بالترقوه. اي نعم هون طلعت نفس اللي معناته هو في مكان عالي يعني. أيوة. انت كنت بالضبط نعم. وهي من هون الطرف المعاكس طلعت ودخلت من هالطرف. نعم. طلعت من الطرف الثاني كسرت الفك الايسر يعني. الحمد لله على السلامه. يعني في اخر الكلام هيك اذا بتحب توجه رساله للنظام. بحب انت برايك كونك مقاتل يعني وعلى الجبال مجاهدين ان شاء الله كلنا ان شاء الله مجاهدين ان شاء الله. يعني برايك انه نعمر النظام طول. اول شيء بحب اوجه رساله للنظام وللمنافقين وللي في قلوبهم ريب وشك من الثوره. وبحب اوجه رساله للداعمين لهذا النظام يعني واللي لسه عم يتمنوا او لسه عم يفكروا انه يتم هالنظام. هذا النظام زائل. والله لو قتلتنا في الليل والنهار ولو ضربت علينا الصواريخ وجرت الدماء أنهار سنظل نجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وإن قتلت الرجال فستقاتل النساء، وإن قتلت النساء فسيقاتل الأطفال، وإن قتلت الأطفال فسيأتينا الله بجند من عنده فإنك زائل بإذن الله أيها الطاغي أنت وجنودك وشبيحتك ومن سار على دربك. وأوجه تحية لأخواننا في المجاهدين أن سيروا وإلى الأمام وشدوا الهمة وشد العزم فإن بقينا فنظفر بالنصر وإن استشهدنا فلنا عند ربنا جنان ما عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. وأريد أن أقول لبعض أخواننا الذين يعني يريدون أن يتخذوا من الثورة يعني كيس خارجية أو يريدون أن يتاجروا بدائم المسلمين أقول لهم اتقوا الله وعودوا إلى رشدكم فسيحاسبكم الله ويحاسبكم التاريخ. إن هذا العمر فاني وقصير فلما لا نبدأه بطاعة الله فلما لا نكون يعني شهداء في سبيل الله خير من أن نموت على فراشنا. ويعني الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. هذا نموذج من أحد الثوار الذين يقاتلون على الجبهات مصاب ويهفل المجاهدين دائما على الجهاد. إذا نتمنى لك الشفاء العاجل إن شاء الله والعودة إلى ساحات المعارك إن شاء الله. والنصر قريب بإذن الله. نتمنى لك الشفاء العاجل. السلام عليكم. السلام.